اوروبا اعتقد، او فيصل خليل. نعم. وتحررت بطاقته الدوليه ورجع ولعب بنادي الاهلي اعتقد. رجع لعب وصارت ضجه اعلاميه على الموضوع هذا. يمكن اخواننا اللعيبه الحين اللي راح نتطرق لهم قاعدين يحذون حذوه في هذا الجانب، لكن بدايه دخول الامارات في قضيه الاحتراف لو تشرح لنا بشكل مبسط، لعل وعسى نلقى اذان صاغيه يعني اللي يصدرون القرارات يسمعون الكلام هذا ويبدون في تطبيقه. يعني طبعا شوف، هناك كان في تعاون كبير بين اتحاد الكره. اول شيء لازم تنشئ رابطه للمحترفين، وهذا مهم جدا على اساس انك انت تمشي في الطريق الصحيح. اذا عندك الرابطه، تكوين الرابطه مهم جدا. فكان في هناك تنسيق بين الرابطه وبين اتحاد كره القدم مع الاتحاد الاسيوي. انت عارف حين الاتحاد الاسيوي يجبرك كدوله محترفه عشان تدخل في منظومه الاحتراف في دوري المحترفين في بطوله اسيا، لازم يكون عندك الاحتراف بشكل الصحيح. تتحول الانديه الى شركات، وهذا شيء صار. هذا رقم واحد. بدايه الرابطه عباره عن شنو استاذ؟ رابطه موجوده هي يعني تدير. كيف شكلت الرابطه؟ شكلت من ناس موجودين في متابعين لكره القدم. بامر يعني حكومي؟ بامر حكومي شكلت ولا؟ لا هذه من هيئه شباب والرياضه. يعني امر حكومي. اي يعني هيئه شباب والرياضه تكون الرابطه. نعم. الرابطه طبعا تتكون من اعضاء، الاعضاء هذا يجون عن طريق الانتخاب. ينتخبون من قبل جمعيات العموميه للانديه. ممتاز. ويدخل طبعا جانب اتحاد كره القدم في جانب من جوانبها، فتتشكل هذه الرابطه، وهي الرابطه هي اللي تحط المنظومه لكيفيه وجود دوري محترفين وكيفيه دخول اللاعبين والانديه الى منظومه الاحتراف. السياسه العامه. طبعا. نعم. وتحويل الجزئيه الثالثه الانديه الى شركات خاصه. هذه ضروري، هذه من شروط الرئيسيه للاتحاد الاسيوي، انك تدخل في دوري المحترفين لازم الانديه كلها تتحول الى شركات خاصه، مش شركات تتبع للحكومه، والحكومه ما تتدخل في امور الانديه. ونعرف الفيفا حاليا يعني عندها اشياء صارمه جدا بخصوص الحكومه لما تدخل في كره القدم وتحط ايدها على كره القدم، وهذه مهمه جدا. الشركات الخاصه شنو الحافز اللي يخليها تدش مجال مثل مجال كره القدم وتتبنى نادي؟ ماذا يقدم النادي لشركه خاصه؟ احنا عارفين الشركات المعيار الاول الربح والخساره عندهم. طبعا. وين الربح والخساره في قضيه مثل قضيه نادي كره القدم؟ شوف، بالنسبه للانديه يمكن الخليج كله نتكلم، خصوصا عندنا في الامارات، صعب جدا من اول يوم او من اول سنه او ثاني سنه انت تدخل في منظومه الاحتراف 100%، عكس الدول شرق اسيا اللي هي اليابان وكوريا والصين. هناك شركات مموله 100%، الدخل الجماهيري، التسويق، المرافق الموجوده في الانديه، كل هالامور تدخل في حسابات، الاشياء الماليه، في امور يعني تنسيقيه موجوده. دعم حكومي؟ دعم حكومي المفروض ما يكون، بس موجود لحد الان. حاليا موجود. بضاف، هل كل الانديه الاماراتيه تابعه للشركات العموم، ال10 انديه او 12 نادي اللي موجوده في دوري تحت مظله الرابطه؟ نعم. جميع الانديه ال 12 الموجوده تحت مظله الرابطه كلها محوله الى شركات، فيها شركات وفيها دخول في المسمى شركه وشركه ذات مسؤوليه محدوده. يعني مثل ما يعني شفتوا المسمى الموجود عندي انا المستشار الفني لشركه نادي النصر. قبل كان لا، نادي النصر الثقافي الرياضي. حاليا في مجلسين في كل نادي، في مجلس اداره النادي اللي هي تدير النادي باكمله، وفي شركه كره القدم. شركة كرة القدم هي اللي مختصة فقط في كرة القدم، اللي هي تحت منظومة رابطة المحترفين في دولة الإمارات. كابتن، الاحتراف المطبق في الإمارات هل هو مثل ما معمول في أوروبا؟ يمكن نشوف في أوروبا انتخاب رئيس كل 4 سنوات، أيضا شراء الأندية من بعض رجال الأعمال، مطبق في الدوري الإماراتي هالكلام؟ لا، يعني بشكل فعلي مش مطبق. ولكن مثل ما قلت لك نحن تونا جداد، يعني هاي السنه الثالثه لدوري المحترفين عندنا في الامارات، ولكن مع المستقبل انت لازم تدخل في منظومه الاحتراف عشان نشوف شو السلبيات اللي عندك. نعم. اذا حسيت بالسلبيات، شوف وين السلبيات اللي موجوده، تحاول قد المستطاع كل سنه تخفف من هاي السلبيات لين ما توصل 100% الى دوري المحترفين بشكل صحيح اللي يطبق في اوروبا، من انتخابات الرئيس، والرئيس يجيب الاعضاء الموجودين، الشركه الموجوده، الحالات التسويقيه، الحالات المنظومه الموجوده في النادي، كل هاي الامور تتحول. ولكن انا اعتقد خطوه خطوه لازم تدخل فيها على اساس تحس بهذه المنظومه الاحترافيه الموجوده. حتى اللاعبين
اختلف بالنسبه لهم اشياء كثيره اختلفت، يمكن بعد لين السنه هذه في بعض اللاعبين ما استوعبوا معنى الاحتراف شو هو، فكروا الاحتراف بس فقط يعني تحول من انه يحصل لك نقول على 1000 دينار الى 100,000 دينار. نعم. ففكره صار فكر مادي فقط. صحيح. لازم هذه فيها محاضرات، يعني مشكوره مجلس دبي الرياضي ومشكوره مجلس ابو ظبي الرياضي تعمل دورات وندوات لتعليم الاحتراف ولتطبيق الاحتراف بشكل الجيد. يعني احنا كل سنه مجلس دبي الرياضي تعمل على يعني محاضرات لمده 4 أو 5 ايام وتجيب كبار الشخصيات اللي يعني اوروبيه وتحاضر وتلقي محاضرات. هذا امور كثيره وتفاصيل راح ندش فيها ان شاء الله، لكن يعني فعلا تجربه رائده التجربه الاماراتيه، ونبي ننتقل تجربه يعني ناجحه كذلك ويمكن سباقه على مستوى دول الخليج. التجربه السعوديه يمكن احنا عزيزي المشاهد نتنقل بين تجربه اماراتيه الى تجربه سعوديه، وراح ناخذ فكره تماما ان شاء الله عن الدوري القطري والمحترفين هناك والاحتراف في قطر، لكن لتعميم الفائده ونشوف الاخوان كيف قدروا يدخلون في هذه المنظومه اللي احنا بامس الحاجه لها، مثل ما قلنا لكم سابقا ونعيد ونقولها. نتمنى من اصحاب القرار في هذا البلد ان ينظرون للامور هذه بعين الاعتبار. استاذنا جاسم، الاحتراف في السعوديه، يعني الامارات وقطر مجتهدين ونشوف ما شاء الله حتى زخم اعلامي، لكن تبقى التجربه السعوديه اعتقد الاقدم، واعتقد التجربه السعوديه الاكثر استقرارا. شلون السعوديه بدات ولا زالت مستمره، وهل نفس النظام اللي كان مطبق في البدايات لا زال كما هو؟ يعني نعرف قبل ان سقف المحترف السعودي 20,000 في احدى الفترات، والان اعتقد 25. او 25، الان اعتقد السقف مفتوح يمكن. مفتوح لكن محدد داخلي. نعم. طبعا انا بس تعليقا على ما ذكر الاخ عبد الرحمن، ان لابد تكون الشركات هي اللي تدير الانديه، احنا الانديه الموجوده تديرها الحكومه وليس الشركات. هذه نقطه مختلفه. ايه، فطبعا في شركات راعيه موجوده زي الاتصالات بدون ذكر اسم على اساس ما تكون لهم دعايه مجانيه. نعم. ف قاعدين يدعمون الانديه، ولذلك كل نادي الان مثلا الهلال عنده شعار شركه معينه، باج الشركه، وبالتالي ياخذ مقابل. عفوا على المقاطعه، من شروط الاتحاد الاسيوي انه يكون النادي ذو كيان تجاري. هذا صحيح. شلون تغلبت الانديه السعوديه على النقطه؟ شوف الاتحاد الاسيوي عنده استثناءات، عنده رؤيه للتطور، لا يمكن يحط عليك قيود ويخلي لك يعني يا ابيض يا اسود، لا، لابد يكون في مرونه على اساس انك تصل على الاقل 50% من الشروط. اما انا اقول لك يا تدخل مع الباب يا ما تدخل، معناته يعني خلاص ما تبي ندخل، ما تبغانا ندخل. لكن للامانه الاتحاد الاسيوي يسعى لتطوير الاحتراف بشكل عام، وقاعد يعمم على الدول اللي عندها قابليه تطبيق الاحتراف. حلو. المملكه العربيه السعوديه سباقه في دول الخليج، ما في كلام، رقم واحد، وعلى مستوى الدول العربيه ايضا تعتبر لو جيت بالمقارنه كنجاح يعتبر الاحتراف السعودي هو الافضل على الساحه من حيث جميع الامور، سواء التنظيميه او من ناحيه الاتفاق مع شركات كداعمه كرعايه، من حيث الكواليتي للاعبين، من حيث التعليم، الجماهير، الاعلام، يعني كل الطرق او سبل النجاح اللي يعني المفروض انها تتوفر لاي هيئه موجوده في الرئاسه العامه رعايه الشباب. يعني احنا ما عندنا مثلا انت قلت رابطه، ما عندنا رابطه، انتم عندكم هيئه، عندنا لجنه الاحتراف، وهذا مسماها الدولي اللي هي يعني بروفيشنال كوميونتي. بس بالنهايه اللجنه هذه تابعه للجهه التنفيذيه بالحكومه السعوديه. لا، مش الحكومه على طول، لا يعني الرئاسه. إيه نعم. الرئاسه تتبع للحكومه، لكن بشكل عام يعني هي على شكل تجاري صحيح، يعني ما هي تؤخذ قرار من اصحاب القرار على مستوى سياسي، لا. فلذلك هي يطبق عليها جميع الشروط الموجوده في دول العالم. عندها نوع من الاستقلاليه يعني. اي، عندها استقلاليه، عندها الانتخاب